لو عندك شغف، مهتم بالمشاعر، بتحب حد وما بيحبكش، بتحب حد في المجمل، لو حاسس ان الناس مش فاهماك، لو انت مش فاهم الناس، لو انت انسان في العموم، المسلسل ده ليك. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده وكلام في الافلام. والنهارده معانا مسلسل زبير، احد اهم وافضل واجمل واحسن المسلسلات اللي في الدنيا. I can feel you chasing something, but you ain't got nothing to prove. المسلسل بيتكلم عن الشيف كارمي، الشيف المشهور اللي بيشتغل في افخم المطاعم اللي في الدنيا. بيجيله خبر ان اخوه الكبير اللي فتح مطعم بسيط انتحر، وهنا كارمي بيقرر يضحي بالمطاعم المشهورة ويرجع للمطعم البسيط بتاع اخوه، عشان نكتشف ان مش بس الاخ الكبير اللي انتحر اللي كان مضطرب، دي العيلة كلها مضطربة وعلى رأسهم كارمي. وهنا بتبدأ اكتر المغامرات المليئة بالاضطراب، القلق، الضغط، التوتر اللي مالي الاحداث. فتعالوا نروح للايجابيات واعملوا حسابكم ان احنا هنطول هناك شويتين. مبدئيا العالم عالم فيه كل حاجة، اكتر عالم مؤثر واقعي ملموس شفته في حياتي. عالم مليان اضطراب، توتر، قلق، حماس، كل دول في اوقات منفصلة ومتصلة وفي وقت واحد كمان. انت ساعات بتبقى متحمس للي هيحصل، بس عشان فهمت الدنيا ماشية ازاي متوتر وقلقان جدا. عادة علاج التوتر والقلق بيبقى التسويف، الشخصية خايفة من اللي هيحصل فبتسوف وهعمله بعدين. جمال وقسوة المسلسل انه زنقك في الوقت، فيه كاونت داون يا معلم، وريني هتأجل ازاي. وده مش بس بيخليك ما تهربش، كمان بيزود عنصر الضغط، احد اهم عناصر المسلسل. نيجي للكتابة، لو انت مهتم بالكتابة، السيناريو، الحوار، نقاشات زبير من ابدع ما يمكن. لان زي ما اتفقنا الشخصيات كلها مضطربة. تخيل الشخصيات المضطربة دي اما تخوض نقاش مع بعض، ساعات بيبقى الكلام مش منطقي. يعني اما انا اقول لشخص طبيعي كده، مش طبيعي ان هو يرد عليا ويقول لي كده، ولكن للشخصيات دي اكتر حاجة منطقية في الدنيا. النقاشات طالعة من وعي الشخصيات، الكلام اللي بيقولوه مفيش حد طبيعي هيقوله، هم بس اللي هيقولوه. ودي العبقرية بالنسبة لي، انت بتعيش جوه دماغ الشخص السايكو، مفيش امتع من كده. لو جينا نتكلم على المشاعر، المسلسل ده كل تركيزه على المشاعر، وهنا اقصد كل المشاعر اللي في الدنيا. الاكتئاب، الشغف، الطموح، الامل، الترومات، انك مش قادر تسامح الناس، انك مش قادر تحب الناس، انك مش قادر تحب نفسك. كل المشاعر دي موجودة بكل معانيها في المسلسل ده. لو جينا نتكلم عن الشخصيات، من اكتر الحاجات المميزة في المسلسل ده انه مش خايف يحكم على الشخصيات، مش محايد، مش خايف يقولك ان ده جبان وده فاشل ودي مجنونة. هو عنده وجهة نظر وهيطرحها. من اهم الشخصيات بالنسبه لي شخصيه امهم. ما افتكرش ان احنا تناولنا شخصيه زي دي، شخصيه عندها اضطراب نفسي وعقلي بالاسلوب ده. I don't know you, and you don't know me. And I did that. دايما الشخص اللي عنده المرض ده لا اما بنطلعه شرير، لا اما بنطلعه غلبان وملوش يد في اللي هو بيعمله. دي اول مره نقدم شخصيه بالجديه دي واحده دمرت ولادها بالكامل. هم عارفين ان هي مضطربه، بس ده هيغير احساسهم، ده هيغير اللي هي عملته. الاجمل بالنسبه لي المشاهد اللي بتعترف فيها بده، المشاهد اللي بتعترف ان هي عملت كده فعلا، ولكن ده ما كانش بايديها. And I should have never taken it out on you three. But I didn't know what to do. بتشوف نظرات باقي الشخصيات ليها ان هي متعاطفة معاها ولكن مش قادرة تسامحها 100%. ومنتهى التميز والعبقرية انك انت بتشوفهم زعلانين من نفسهم عشان مش قادرين يسامحوها ومش قادرين يثقوا فيها تاني. ده بالنسبة لي اكتر تناول واقعي قاسي مميز لشخصية زي دي. وهنا نيجي لريتشي، اكتر شخصية بحبها بلا منازع. I see you. You're the loser that you fucking are. Fucking you want to talk to me? You gonna be a good father? Is that what you gotta be? شخص مولود فاشل، شخص خسران كل حاجة من قبل ما يبتدي يلعب. الناس حاكمين عليه ان هو ما ينفعش يعمل اي حاجة غير ان هو يبقى فاشل، لكنه بيقرر انه عنده رأي تاني. عشان نشوف ارك من احلى اركات الشخصيات وواحد من احلى تطورات الشخصيات في التاريخ. في جملة حبيتها قوي ريتشي عشان مكانها كان مظبوط بالملي، قال انا ما كنتش بحب الناس ولكن بقيت بحبهم. في وجهة نظري ريتشي بدأ يحب الناس أول ما حب نفسه. Nobody likes you. Everybody hates you. You're gonna lose. Smile, you fuck. وهنا نيجي لمايكل، الأخ الكبير اللي انتحر.
بالنسبه لي مايكل ضحى بحاجات كتير قوي عشان يتحمل مسؤوليه امهم ويتحمل مسؤوليه كارمي واخته. في المرات القليله اللي مايكل فيها اتكلم عن نفسه بيقول ان هو كان عارف انه مش زي باقي الاطفال، ان هو عنده مسؤوليات، والمسؤوليات دي هو تحملها بالكامل ونجح في كل اللي هو كان عايز يحققه ناحيه الشخصيات. People to take care of, and I knew that, like, I don't know, like that dream shit, you know, just wasn't gonna happen to me. ولكن بعد ما نجح في اللي هو كان عايز يحققه اكتشف ان كل الشخصيات بقى ليها حياة الا هو، عشان هو ما حققش اي حاجة لنفسه، وهنا دخل في سكة المخدرات وبعد كده الانتحار. رغم ان اللي ظهر في شخصية مايكل في فتراته الاخيرة ما كانش حلو، ولكن اما بترجع لماضيه ما تقدرش غير انك انت تتعاطف معاه. هو شخص خسر كل حاجة عشان يحمي الناس اللي بيحبهم. في حلقة كاملة اتكلمنا فيها قبل كده عن ليه مايكل انتحر، لو عايز تبص عليها موجودة. وهنا نروح لكارمي، إله تدمير الذات عند القدماء. ده الشخص اللي بيكره نفسه، وده الشخص اللي شايف ان هو ما يستحقش يبقى سعيد، وكل ده ادى ان هو يشك في حياته كلها، ادى ان هو يبوظ كل حاجة. بدأ يشك في حقيقة حبه للبنت اللي هو بيحبها، بدأ يشك في حقيقة انبساطه في الحاجة اللي بتبسطه، بدأ ان هو يدمر كل الحاجات الحلوة اللي في حياته. شخصية كارمي شخصية مؤلمة وملهمة وكئيبة لدرجة صعبة. Consistent and exacting and busy and hard and alive, and I lost track of time and he died. الأداء التمثيلي للأربع شخصيات دول من أجمل ما رأت عيني. لو جينا نتكلم عن الموسم الأخير تحديدا، فالموسم ده بنفس السرعة إن ما كانش أسرع. سرعة الأحداث رهيبة لأن حرفيا كل حاجة بتخرب، مفيش وقت. مشاعر الشخصيات ظاهرة بكل تفاصيلها، الاحتدامات لسه موجودة ولكن مش كتير عشان زي ما اتفقنا مفيش وقت. الموسم مميز جدا، ممتع جدا، ولكن النهاية مش مرضية، وده يجيبنا أسفا للسلبيات. النهاية مش مرضية لأن هي مش قافلة للأحداث، خصوصا نهاية شخصية كارمي. انت عمرك ما كنت خايف تطلق أحكام، اشمعنى الحتة دي اللي سبتها مفتوحة؟ قصة شخصية كارمي اللي هو المفروض البطل ما اتقفلتش، القصة مفتوحة بالكامل. احنا لا اتكلمنا على الخط الخاص بحياته الرومانسية، ولا اتكلمنا على الخط الخاص بالأصدقاء، ولا اتكلمنا على الخط الخاص بالكارير. أنا كنت أفضل إن النهاية تبقى مقفولة حتى لو بوظ كل حاجة، يعني لو بوظ الجانب الرومانسي بس تبقى النهاية مقفولة، لو بوظ جانب الشغل بس تبقى النهاية مقفولة، لو بوظ كل جوانب حياته بس نقفل المسلسل، أنا تمام. عارف إن الحاجات اللي بيتكلم عنها المسلسل ورسالته مش هتفرق في حاجة سواء النهاية مقفولة أو مفتوحة، ولكن الجزء المهووس جوايا عايز نهاية، خصوصا إنك أنت قلت إن ده الجزء الأخير. ده بالنسبة لي زي الجزء الثالث، زي الجزء الرابع، جزء مفتوح مش نهاية. أخيرا التصنيف الكوميدي بالنسبة لي، اللي صنف المسلسل ده على إنه مسلسل كوميدي كان راجل مجنون. ده واحد من أكتر المسلسلات اللي أنا بحبها، إن ما كانش مسلسلي المفضل فأنا متعاطف معاه وبحبه بكل تفاصيله. تقييمي المسلسل زبير ككل هو 9 من 10. أنا طارق جودة. لو عجبك اللي احنا قلناه ما تنساش تدوس لايك، قول لي رأيك في المسلسل في الكومنتات، اشترك في القناة وشغل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. في الفيديوهات القديمة يمكن حاجة تعجبك. سلام.